القهوة مشروب عظيم، زي ما هو مشروب بيفوقك، إلا إن في ناس لما بتشرب القهوة بتنام. وهنا السؤال ليه؟ مبدئيا كده جسمك بينتج مادة اسمها الأدينوسين لما بيكون تعبان أو مرهق أو إن هو محتاج للنوم، فلما تشرب كوباية القهوة فالكافيين اللي موجود في القهوة بيمنع الجسم من إنتاج مادة الأدينوسين، فتلاقي نفسك فايق. ولكن في بعض الحالات في ناس لما بتشرب القهوة بتنام، وده لكذا سبب. اولهم تناول كميات كبيره من الكافيين بيخلي جسمك يتعود على الكافيين، فتلاقي تاثير الكافيين في جسمك قليل. والحل هنا انك تبطل قهوه فتره وترجع تشربها مره تانية. ومش كده وبس، ده شرب كميات كبيره من القهوه من الممكن انها تؤدي الى الجفاف، والجفاف بشكل عام بيخلي الجسم مرهق وان هو محتاج للراحه. وفي عوامل تانية زي اللبن، واللبن معروف ان هو مشروب للاسترخاء، فالحاجات اللي هي زي الكابتشينو والموكا واللاتيه الكافيين اللي فيهم بيبقى قليل، فما بالك بقى لما تضيفهم على القهوه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، لما تشرب القهوة زيادة سكر ده معناه ان تأثير الكافيين اللي في الجسم هيبقى قليل، ومش هتحس انك انت فايق.